السلام عليكم. هنجاوب النهارده على سؤال مهم جدا. ليه مش اي مدرس انجلش يقدر يدرس ابنك EST او اكت او امتحانات الامريكان دبلوم؟ هقول لك بصراحه، انا الكلام اللي هقوله دلوقتي جه منين؟ جه من تعاملي مع مدرسين انجلش كتير الحمد لله، سواء مثلا مدرسين تواصلنا مع بعض مثلا عن طريق السوشيال ميديا، كانوا بيسالوني ازاي يبداوا في مجال التيتشنج، او other teachers قابلتهم على ارض الواقع، ومنهم ما شاء الله ناس كفاءات جدا. تلاقي حد ما شاء الله هو اصلا يعني خبره في الانجليش بقاله 20 years، ومع ذلك اول ما يبدا يدي الكورسز بتاعت الامريكان بتاعت الانجليش تفاجئ. وهو يعني انا نفسي مش ببقى متفاجئ الصراحه، لانه الامريكان يمكن دي ابروتش مختلفه شويه عن العادي، لكن هو التيتشر نفسه بيفاجئ انه ايه اللي حصل ده. انا بقالي بدرس انجليش 20 years، ليه دلوقتي مش عارف اشتغل في الحته دي في الفيلد بتاع الامريكان؟ بصوا، للأمانة في مشكلتين كبار جدا أغلب التيتشرز بيعملوها. الغلطة الأولانية ممكن نسميها الاهتمام بالمسميات. يعني إيه؟ إحنا أي مادة في الدنيا متقسمة لحاجة من حاجتين، يا إما حاجة اسمها information and observation، يعني إن أنا بتعلم information معين وبلاحظ الانفورميشن ده connected إزاي ببعضه، بأوبزرف هو connected إزاي ببعضه. مواد زي البيولوجي زي الكيمستري اللي هي بنسميها نوعا ما مواد نظرية، وفي مواد تانية اللي احنا بنسميها practical sciences او الحاجات البراكتيكال، زي فور اكزامبل الماث اغلبه مش انك تقعد تذاكر القاعده بتبقى applied ازاي، اغلبه انك بتقعد تطبق على questions ومسائل لحد ما تحفظ وتتعود وتعرف تستخدم الرول دي تستخدم ازاي. الانجليش واللانجويج بشكل عام اي لغه هي بتبقى ميكس من الاتنين، بيبقى فيه جزء information و observation، ان انت تفهم وانك تعرف general information وتلاحظه عن اللانجويج دي، تمام. وبيبقى ليها practical aspect، حاجات زي السبيكينج والlistening، دول مالهمش دعوه طبعا بينا في الاس اي تي وفي الاي اس تي والاكت في امتحانات الدبلومه الامريكيه بشكل عام، وانما جزء ليه علاقه بالايه اكتر بانك تابلاي اللغه سواء كتابه او تستخدم الرولز او كده. للاسف اغلب التيتشرز اللي في النظام المصري متعودين انه الانجليش بشكل عام بيبقى 70% information and observation، 30% بس بيكون practicality وانك تطبق الموضوع practical. ده لان احنا طبعا في الايجيبشن سيستمز بشكل عام مش بنركز قوي على الانجليش كلغه، تمام. ايه المشكله بقى اللي بتقابل التيتشرز دول؟ ان لما بينقل للامريكان بياخد باله من سويتش غريب كده حصل مره واحده، بقى الانجليش 70% منه معتمد على الابلكيشن. انا مش عايز افاجئك واقول لك انه اصلا في طلبه كتير عندنا بيعدوا مثلا 700 في الانجليش وهو اصلا ما يعرفش مسميات الحاجات. لو انا جبت له كلوز وجبت له فريز قلت له يا ابني فرق لي بينهم، يعني انا عايز اقول لك دي مشكله بتقابلني مع اسيستنتس اصلا ساعات، لان احنا بنحرص ان اغلب الاسيستنتس اللي نجيبهم يبقى السكورز بتاعتهم عاليه. فاقول له مثلا يا ابني اعمل لي شيت عن الاسنشال كلوزز فور اكزامبل والنون اسنشال كلوزز، تلاقيه هو بيقول لي يا مستر هو طيب هو اصلا يعني معلش قول لي بس اطلعهم ازاي. حبيبي انت مش جايب 700 يعني ايه؟ بس هو الفكره ان هو معتمد قوي على حته البراكتيكال ابلكيشن، لكن حته المسميات بتاعه اللسنز وكده هو مش مهتم بيها قوي. فاهمين الفكره؟ دي المنتاليتي اللي بتسكسيد اكتر في الامريكان. طبعا محدش يفهمني غلط، مش معنى كلامي انك ما تهتمش باسماء الحاجات، لا، اعرف يعني ايه كلوز واعرف يعني ايه فريز واعرف يعني ايه فراجمنت، اعرف تفرق بينهم لان ده انت اصلا هتستخدمه في بعض الجرامر رولز، بس اوعى تدي الموضوع اكبر من حجمه. وعشان اجاوب السؤال اللي احنا قلناه في الاول، ايه اكبر غلطه المدرسين اللي بيدرسوا انجلش بيعملوها؟ هي ان هم بيركزوا قوي على جزء الانفورميشن والاوبزرفيشن، بيركزوا قوي على مسميات الحاجات وانه يفهم الولد يعرف يفرق دي كلوز ولا فريز ولا ايه بالظبط، من غير ما يركز على جزء البراكتيكال بالشكل الكافي، من غير ما يركز على اللي الامتحان فعلا بيسأل فيه، اللي هو how can you apply الانفورميشن ده. طبعا الفيديو فيه انفورميشن كتير، فلو اي حد عايز يسأل اي حاجة طبعا ممكن يسيب لنا كومنت ان شاء الله. اشوفكم على خير يا شباب ان شاء الله. السلام عليكم.